العجمة الإيقاعية في الأشعار المغربية. إذا قمنا بمقارنة بين الشعر النبطي وبين الأسجال المغربية، سنجد أن الأول بنى إيقاعاته على إيقاع الشعر العربي الذي لا يقبل التقاء الساكنين في وسط الكلام، وأن الثانية جمعت بين جماليات الإيقاعات الشعرية العربية والإيقاعات الشعرية الأمازيغية. فقول الشاعر النبطي مثلا: أحب البر والمزيون وحب البدر والأوطان، أحب البر والمزيون وحب البدو والأوطان، مفاعيل 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 مفاعيل. طبعا لا يلتقي ساكنان في هذا الكلام كالشعر العربي تماما. وقول الشاعر المغربي في قصيدة الشمعة: نزج المغربي الذي كان ربما في عهد الدولة السعدية على ما أعتقد: لله يا الشمعة سالتك رديلي سآلي، وش بيك يا الشمعة تبكي مدال كنتي شعيلة، علاش يا الشمعة تبكي ما طالت الليالي، وش بيك يا اللي تتهيئي لبكاك في كل ليالي، وعلاش كتباتي طول الديجان كتلالي، وش بيك يا اللي مارينا لك في البكا مثيلة. طبعا في هذا الكلام يلتقي الساكنان بكثرة، وللإشارة فهذا يقابله في الحسانية البت الكبير الذي يلتقي فيه الساكنان في أكثر من موضع في التافلويت أي في الشطر. طبعا هذا التقاء الساكنين هو بنية إيقاعية أمازيغية تسربت إلى الأشعار العربية أو الأسجال العربية في المغرب، طبعا لا شعوريا، يعني يستعملها الشعراء. إذن هي تسربت، هي عجمة إيقاعية تسربت إلى تلك الأسجال لاختلاط المغاربة طبعا عربا وأمازيغ. في صحراء المغرب الكبرى نشأ وترعرع الشعر ونضج، سمي بعد ذلك لغنة، يعني مصطلحا محليا، واصطلح عليه بعد ذلك الشعر الحساني. فكان أنضج الأسجال المغربية إيقاعيا، لأنه كان نتيجة لتهذيب إيقاعي وصوتي صحراوي استطاع أن يدمج الذوق العربي في الذوق الصنهاجي، الذوق الإيقاعي العربي في الذوق الإيقاعي الصنهاجي الأمازيغي المحلي بشكل بديع وفريد ومتميز. يقول أحد الشعراء: يا نمسك تلاج لاج بالتولاني متمونك شوف التيجراج مروحها عاد مونك. إذن هذا يعني بت أو وزن من 7 مقاطع في كل تفلويت، ولكن في المقطع السادس توجد قدعة أي التقاء ساكنين. طبعا وكأن هذه القدعة أو هذا المقطع الطويل المغلق صمم في هذه الأوزان لامتصاص عجمة المعجم الصنهاجي المحلي الذي تشبثت به قبائل صنهاجة التي تعربت، لأنه يمثل هويتها الإيقاعية كما ذكرت سابقا، وهويتها الصحراوية البدوية. فكان في هذا المعجم التقاء الساكنين. إذن آجلاج تيجراج، إذن هذو كلمتان بدويتان، يعني اسمان يطلقان على يعني تيجراج، عفوا اسمان يعني صنهاجيان إن صح التعبير. إذن لأن فيهما التقاء الساكنين يعني
وضع هذا المقطع ليستوعب هما وليمتص عجمتهما، فكان يا نمسك تلاج لاج بالتلاني متمونك متمونك شوف التيج راج مروحة عاد مونك، فكانت بالتلاني متمونك هذه تفلويت مسرومة لا التقاء ساكنين فيها، تشبه تماما الشعر النبطي في قولنا مثلا أحب بالبر والمزيون وحب البدر والأوطان. إذن السرمة هنا طبعا هي عدم التقاء الساكنين كالعربية تماما، خرج أحمد من المنزل، إذن لا يلتقي ساكنان في كلام العرب خصوصا في الوسط. طبعا هذه العجمة الإيقاعية التي تسربت إلى الأسجال المغربية، إلى الأشعار المغربية العامية، لها أصل في الشعر الفصيح كذلك، وسأعطي هنا 3 أمثلة. المثال الأول من قصيدة مغربية سوسية في عهد الدولة السعدية، وهي مشهورة بقصر المسرة في مدح أحد السلاطين السعديين. يقول من البسيط طبعا أو وزن البسيط: بشراك فالبشر قد حيا على طرقي، والنصر لبى بمجموع ومفترق، وألسن اليمن والإقبال قائلة أنعم بمسك الدجى وزهرة الفلق، لله منها عروس أقبلت فجلت، خد الصباح بدا في طرة الغسق، تزفها لك أيام الهناء إلى قصر المسرة عن عزم وعن قلق، لم يكفه أن جنى ورد الخدود بها حتى أضاف إليها نرجس الحدق، زهر لمقتطف زهر لمعتسف ثغر لمرتشف مسك لمنتشق، فمن يجاريك في مضمارها أبدا، والفضل يحرز خصل السبق بالعنق. إذن في هذه القصيدة تسرب الذوق الإيقاعي الأمازيغي إلى إيقاع هذه القصيدة. لماذا؟ أو تسربت عجمة الأمازيغ إلى هذه القصيدة في المستوى الإيقاعي. كيف؟ العرب أو الذوق البدوي الإيقاعي العربي لا يستسيغ ولا تقبل أذنه أن يخدش وزن البسيط بحذف الثاني الساكن من مستفعل الثانية، يعني مستفعل الثانية في الشطر الأول وفي الشطر الثاني. لا يقبل الذوق العربي أن يخدش ذلك الوزن بحذف ذلك الساكن الثاني في مستفعل الثانية في الشطرين الشعريين. فقوله وألسن اليمن والإقبال قائلة أنعم بمسك الدجى وزهرة القلق، خانت الأذن الموسيقية الشاعرة فحذف ذلك الساكن هنا في قوله أنعم بمسك الدجى وزهرة الفلق. إذن أنعم بمس مستفعل كالدجى فاعل وزهرة المتفعل قلقي أو عفوا فلقي فاعل. إذن وزهرة المتفعل، إذن حذفت هنا. إذن الأذن الموسيقية العربية أو الأذن الموسيقية خانت الشاعر هنا. نعود إلى شعر صحراء المغرب أو الشعر الشنقيطي كما يطلق عليه البعض. نقف مع الشاعر ابن رازق العلوي، الذي يتفق المؤرخون الشناقطة على أنه هو أول من أسس للقصيدة العربية في بلاد شنقيط، وبالمناسبة فهو عاصر المولى إسماعيل العلوي يعني في حكم المغرب. يقول
في الوزن نفسه البسيط الأول يقول: إني أسائلكم يا أهل زاوية إلا الولي الوجيه نسل من نصرا، ومن تيمم عند باب مسجده نوى به النفل والدخول مختصرا، ومدرك بإمامه تشهده أعني الأخيرة ثم قام منه قرا، فهل يصلي به وراءه أحد أو لا يصلي به أصلا ولا فكرا؟ ما حكم من فاته بعض الصلاة إذا قام ليقضي من تشهد ودرا؟ إذا مستفعل فاعل متفعل فاعل. إذا ابن رازق هنا في بداية تجربته الشعرية، هذه تؤرخ لبداية تجربته الشعرية قبل أن تنضج تجربته الشعرية باتصاله بالشعراء المغاربة عموما، حتى في بلاد أو في مدينة مكناس، لأن بين هذا الشاعر وبين ابن المولى إسماعيل مساجلات شعرية جميلة كما ذكرت مصادر الشعر المغربي. إذن في هذه المقطوعة الشعرية ارتكب يعني ابن رازق العلوي هذا يعني العيب الوزني أو الإيقاعي، يعني في كل بيت ارتكبه تقريبا. إذن الأذن يعني العربية البدوية لم تكن حاضرة هنا، فقد خانته أذنه الموسيقية بأن تسربت إلى قصيدته هذه أو منظومته يعني كثير من مظاهر هذا يعني العيب الإيقاعي إن صح التعبير. إذن العجمة الإيقاعية تلف كل هذا النص بالعودة إليه طبعا في ديوانه. من هذا المقطع أو المقطوعة الشعرية عفوا من هذه المقطوعة الشعرية أو هذه الأبيات الشعرية نستخلص كذلك أن ابن رازقة والمغاربة عموما كانوا يتعلمون نظم الشعر العربي الفصيح من العروض، وهذا لا ينصح به، من علم العروض. يتعلمون العلم أولا ثم ينظمون الشعر انطلاقا مما حصلوه من علوم ومن معارف مرتبطة بعلم العروض أو قواعد إن صح التعبير. إذن والشعر العربي لا يتعلم من عروض الشعر، بل يتعلم من الشعر أو يكتسب من الشعر نفسه، ولا يكتسب من تعلم علم العروض. نقف كذلك على محمد الطلب اليعقوبي شاعر تيرس المشهور الذي خدش بحر الطويل، لأن بحر الطويل هو أشرف البحور وأقواها من أوزان الشعر العربية، ولا يقبل أن يخدش بنوع من أنواع الزحافات كالخبن في مفاعيل الثانية في الشطرين الأول والثاني. بحر الطويل أو العرب لا تخدش الطويلة، أو هو يعني بحر طويل لا يقبل أن يخدش بهذا الزحاف بالقبض، بزحاف القبض، وهو حذف الخامس الساكن في مفاعيل الثانية من الشطرين. فقول محمد الطلب اليعقوبي مثلا أو محمد الطلب اليعقوبي خدش بحر الطويل في شعره عموما وفي جيميته المشهورة الجميلة القوية، جيميته عن تيرس. أعني إذن أعني إلى أن يقول: سرى يخبط الظلماء من بطن تيرس إلي لدبر بير لم يتعرجي، وذكرة أضعان تربعن باللوى لوى الموج فالخبتين من نعف دوججي، إلى أبلقي وانكار فالكرب ترتعي به حيث شاءت من حزيز وحندجي، جواعل ذات الرمث فالوادي ذي الصفا يمينا وعن أيسارها هودجي، من القمع أو من نحر نبجير يممت معاطن جلوى لا تريع لموجي. فقوله مثلا: وقالوا الرحيل غدوة ثم صمموا على مدرج عود لهم أي مدرج، مبينة عقد الحرتين وخطمها يباري السنان غير أن لم يزجج، مصاريع وحش ضاريات تعودت مغار الصباح من ضراء ابن الأعوج. عفوا.
إذا قوله وقالوا الرحيل غدوة ثم صمموا، وقالوا فعول، وقالوا فعول، رحيل غد مفاعل، إذا هنا حذف ياء مفاعل ولا يجوز ذلك. وقوله يباري السنان غير أن لم يزجج، يباري السنان غير أن، يبارس فعول، سنان غي، سنان غي مفاعل، إذا حذفها هنا ولا يجوز حذفها. وفي الشطر الأخير صباح من، صباح من مفاعل، حذفها كذلك. أرجو أن تكون هذه الإطلالة الإيقاعية الشعرية عليكم من سعيد كويس مفيدة وممتعة، وشكرا لكل المشاهدين.